لا تستوستيرون هرمون ديال المخاطره، ديال العضلات، ديال القوه، ديال المغامره، ديال بزاف الحوايج. عند الرجال 17 ضعف 17 فوا بلوس. عموما يقدر يكون قليل، وهذوك المتحولين الجنسيين كيبغيو يدوزوهم كينقصوا لهم التستوستيرون كذا كذا كذا. ف ال 17 ضعف الهرمون عند الراجل. طيب عندك واحد الانسان اللي مستعد يغامر باش يحمي الاسره ديالو. المراه بالعكس كتقلب على سميتو، كتقلب على لا سيكوريتي. ولذلك الدراسات الاجتماعيه بينوا واحد الظاهره في المجتمع سميتها البلافون دو فير. المراه تجي عند اي راجل تقول له اش بالك تولي مدير في الشركه، يقول لك مرحبا من غدا بكل فرح. المراه غتقول لها اش بالك نعطيوك شي بروموسيون في الاداره كمديره. من غير هذو المترجلات من النساء التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن المترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء، ملعونين بجوج، لا اللي كيتشبه ولا اللي كيتشبه من هنا وهنا. تقول لك عرفتي خليني نخمم. المراه هكا، المراه كتبريفيليجي لا سيكوريتي. الا كانت متيقنه انها غتقدر دير هذيك لا ميسيون، تقدر تاخذها تقدر ما تاخذهاش. الراجل بالعكس مغامر، وهذا الشيء اللي كيجعل الرجال كيموتوا اكثر في لي زاكسيدون دو لا سيركولاسيون، يعني في حوادث السير كيديروا مخاطرات اكبر، يقدر يغامر بالاشياء اكثر من المراه. المراه ما كتغامرش بحال الراجل. هذا الشيء ديال المغامره هو علاش هي الام، ورحمه اللي فيها هو علاش هي وماشي هو اللي كيحضن داك الوليد ولا داك البنيته، لان كدوز واحد العاطفه، واحد الرحمه، واحد الامان للابن والبنت اللي محتاجين لهم قبل السن ديال 6-7 سنوات. ولكن ملي كتشدو كتلوحوا في الحضانه في 3 سنين ولا عامين، وكيولي يتصادم مع الاشكاليات ديال المجتمع، كتحيد له داك الحق ديالو. الولد عنده 7 شهور 8 شهور كتلوح في الحضانه، وحقه انه يرضع، حقه عليك انه يرضع. مش من حق. فين هما حقوق الطفل؟ حقوق المراه على حساب الطفل؟ ما يمكنش. فبالتالي بما ان 80% ديال الطلبات الشراءات ديال النساء، وبما ان المنظومه الراسماليه موراها واحد العجله ربويه تحرقها ان لم تنتج اكثر لتسدد الفوائد الربويه التي تزداد كل سنه، فخصها تبيع اكثر وخصها تشري اكثر. انا عندي 4 المليار ما كيدوروش الفلوس كما باغي انا، نخرجهم من المنازل باش ينتجوا ويستهلكوا كما قال روكفيلر، يتزادوا الضرائب والشركات تاخذ الاموال وتعطيها المؤسسات الربويه، ثم نسمي داكشي تحقيق الذات. باكاج زوين، فهمتي؟ فالرأسمالية تحتاج النسوية. لذلك قالوا لو فيمينيزم سي ليديو اوتيل دو كابيتاليزم. وهذا الشيء كيؤدي الكتاف كيتقادو، انا احسن منك، انا كذا، انا ندير، انت، انا، طلاق 50% ديال الطلاق، عمل المراه، انا ما تدخليش في حياتي الخاصه، انا كذا. ما كيبقاش داك التكامل، داك البناء المجتمعي، كيولي جوج ديال الافراد. ثم زيد على ذلك انت كمنظومه راسماليه، ماشي انت شي واحد، المنظومه الراسماليه شنو اللي يحسن ليها؟ يسكنوا 10 الاسر في الرياض، السكن التقليدي، كل واحد في البيت، ولا كل واحد يسكن بوحديته، ولا كل واحد يشري شقه باش لي بروموتور ايموبيلي. مبدا الفردانيه. شكون اللي يحسن؟ الفردانيه. هي هنا لاتوميزاسيون دو لا سوسيتي كتعطي الانديفيدواليزم. فبالتالي الراسماليه كتؤدي للفردانيه والنسويه واتباع الشهوات. الشهوه اداه اساسيه. ثم زيد على ذلك، زعما الا بغينا نكونوا نافعين ونديروا بحال لافوكادو ديال كما كيقولوا، انا كمنظومه راسماليه حسن لي ان تكون المراه مفرقه على الراجل. تكون المراه مفرقه على الراجل. مفرقه صافي، يعني متفارقين. شنو اللي يحسن؟ نبيع دار ولا جوج؟ سياره ولا جوج؟ ثلاجه ولا جوج؟ غساله ولا جوج؟ ايوا شنو اللي يحسن؟ ولذلك اليوم الا مشيتي للولايات المتحده الامريكيه ولقيتي طفل، تلاقيتي طفل في السوبر مارشي ولا في اي مكان، الاحتمال انه يكون عايش في اسره ذات الاب والام الواحده اعلى من احتمال انه يكون عايش في اسره فيها اب ولا ام. يعني لو طو ديال لي ديفورسي، ديال لي زونفون اللي عايشين مع لي ديفورسي اعلى من لو طو ديال لي زونفون اللي عايشين مع الناس اللي مجتمعين. ثم هادشي شنو كيزيد؟ هادشي كيزيد لا كريميناليتي. لي زونفون، الاطفال اللي كيكبروا في اسر اللي فيها اضطراب واللي فيها ما فيهاش التوازن ديال الاب والام، فيها غير الاب ولا الام، كتزاد لا كريميناليتي جوفينيل، الجريمه الشبابيه ب 17%.